السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبق أنا شروحات قبل كل شيء فتاوى ثواني من وقتك بيك تنزل تطلع تشرف هذا ماك مشترك والله يجزاك خير. طبعا الله يسعدكم ويجزاكم خير. أبيكم تعذروني كلكم لأني قطعت تقريبا أكثر من أسبوع من القناة فجأة شذي وما علمت أحد بسبب ظروف عندي ودراسة واختبارات والأمور، وأبيكم تعذروني الله يجزاكم خير، وإن شاء الله أرجع لكم بقوة وبعوضكم عن كل الشروحات وكل الأشياء اللي اتفقنا عليها إن شاء الله. وبحاول كثر ما أقدر حتى إذا قدرت ونسخت الأمور ننزل فيديوين باليوم الواحد، لأنكم أنتم تستاهلون على الدعم اللي يجيني منكم والله يجزاكم خير وأشكركم من كل قلبي. اليوم عندنا نسخة سناب عثمان التحديث الجديد بما أن التطبيقات توقفت، والتحديث الجديد هذا في ميزتين: تغير تصميم الجديد القديم والقديم إلى الجديد مثل ما تبي، والميزة الثانية والأهم أن النسخة هذه فيها الثيم الأسود اللي راح يعطيك متعة قوية جدا باستخدام تطبيق سناب شات، وما راح تعور عيونك وراح تفيدك كثير جدا. طريقة التحميل جدا سهلة، ما أحب أطول عليكم، كل اللي عليك إنك تروح حق رابط موقع اللي موجود تحت في الديسكربشن، راح تنزل تحت. أهم شيء إنك تسوي شغلتين بس، كل اللي عليك مثل ما تشوفون هذه صورة، كل اللي عليك انك تسوي شغلتين فقط. اول شيء تشبك على الواي فاي زين، وثاني شيء تحذف نسخة سناب الاساسية واي سناب يحل محله، وبعدها راح تنزل تحت تضغط على كلمة انستول يحولك حق صفحة ثانية. نقطة مهمة ركز عليها الله يجزاك خير، انك تكون مبطل الرابط هذا من سفاري فقط. تخطي اعلان راح تنتظر 5 ثواني، وبعد تضغط سكيب ذيس اد يحولك حق صفحة ثانية، تضغط الصفحات اللي تحت وتسكر الصفحة وترجع نفس الصفحة اللي فيها سكيب ذيس اد، وتضغط مرة ثانية سكيب ذيس اد ويطلع لك تثبيت. اذا ما طلع لك تثبيت معناته ان عندك نسخة سناب اصلية لازم تحذفها، او يحل محله لازم انك تحذفها. والحين راح نشوف كيف نستخدم السناب نايت او الدارك ثيم. فراح تدش على سناب شات وراح تروح حق الاعدادات وراح تحصل خيار مثل ما تشوفون فوق مكتوب سناب نايت. اذا فعلته راح يطردك برا سناب شات، وبعد راح تدش عليه من جديد وراح تحصل ان سناب شات عندك صار بالثيم الاسود، واذا كنت تبي ترجع للثيم القديم تطفي الخيار. درس اعداد سناب عثمان كلها باللغة الانجليزية، هذه عيبها، لكن اذا تبون اترجم لكم اياها وارفعها بالموقع قولوا لي وابشر من عيون، راح اترجمها وارفق الرابط تحت في الديسكربشن، وراح ارفعه بموقعي وراح اعلمكم في سناب شات. عموما كلكم تعالوا بسناب شات او تويتر، ان على طول اذا رفعت النسخة او ترجمتها لكم راح ارفعها على طول على تويتر او سناب شات. ولا هنا وصلنا المقطع، ما حاول اطول اكثر من كذي، اتمنى انكم تقبلون اعتذاري والله يجزاكم خير، ولا تنسون من اللايك والاشتراك والدعم وكل شيء طيب. انسخ رابط المقطع انشر بكل مكان عشان يجي تحفيز واستمر بالمقاطع، والله يجزاكم خير.